أختي، قد يمر أحدنا بأوقات يشعر فيها بأنه وحيد في ظلمة، في غربة، لا يستطيع أحد أن يساعده أو أن يقدم له يد العون. فتذكر حينما تكون بهذه الحالة قوله سبحانه وتعالى في آية عظيمة تنزل كالبرد على القلوب حينما يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من القريب؟ الله جل جلاله. قريب ممن؟ منك أنت. لن يتخلى عنك في كربك، لن يدعك في همك، سيبدلك بعد العسر يسرا، وبعد الشدة فرجا، وبعد الحزن سعادة، فهو قريب منك، فنصره قريب. ألا إن نصر الله قريب ومغفرته قريبة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو يتقرب منك أنت، ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده، الرب من عبده في الثلث الأخير من الليل. بالمقابل تقرب منه أنت واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا تقرب الله سبحانه وتعالى إليك فتقرب أنت إليه، وقل له كل ما عندك من هموم وغموم، من أحزان، من أشواق، بث كل ما في قلبك إليه سبحانه وتعالى. اجعل شعارك: وعجلت إليك رب لترضى، ليجعل الله سبحانه وتعالى حالك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك فيشرح صدرك ويغفر ذنبك ويرفع قدرك ويعليك. إياك أن تنسى هذا الاسم، أن الله سبحانه وتعالى هو القريب، فتقرب إليه سبحانه.